يا ترى هتعمل ايه في القبر؟ السؤال اللي دايما بنأجله وبنخاف نواجهه وبنهرب منه دايما، وبنقول لنفسنا يا عم لسه بدري، خلينا في اللي احنا فيه. بس الحقيقة القبر مش بعيد، وده لسبب بسيط، ان مفيش حد عارف امتى ولا فين ولا حتى ازاي هيموت. لان الموت مش محتاج سبب ومش بيجي باستئذان، لكنه بيجي في لحظة. فاوعى تكون فاكر ان القبر مجرد فكرة بنسمع عنها في الجامع او لما حد يموت، لا، ده اول محطة بعد الرحيل، واول لقاء حقيقي بينك وبين اعمالك. في ناس كانت ماشية في الدنيا ب100 وش، شخصية في الشغل وشخصية في البيت وشخصية تانية خالص على السوشيال ميديا، بيضحكوا وبيخدعوا ويظلموا. لكن لما اتقفلت الحفرة عليهم ما بقاش فيه لا أصدقاء ولا شهرة ولا فلوس ولا حتى متابعين، في بس اللي عملوه. وفي ناس تانية خالص كانت طيبة بس محدش كان حاسس بيها، ناس ما كانتش مشهورة ولا صوتها عالي، لكن كانوا بيساعدوا وبيستروا وبيصلوا في السر. صحيح ما كانش ليهم جمهور، لكن كان ليهم رب كريم يراهم ويسمعهم. فاوعى تكون فاكر ان القبر بس حفرة في الارض، ولا انه مجرد غسل وكفن وصلاة جنازة، لا، الموضوع اكبر من كده بكتير. القبر ده اول باب بدخلك على مصيرك الابدي. هناك ما فيش تمثيل، ما فيش قناع بتلبسه، ما فيش صورة حلوة ولا بوست متفبرك. هناك بتقابل حقيقتك اللي يمكن عمرك ما شفتها قبل كده، بتقابل قلبك اللي كان جواك مش اللي الناس كانت شايفاه. واول ما بتنزل لوحدك، محدش معاك، بتنزل في ضلمة، في صمت، في خوف. حتى اقرب الناس ليك هيسيبوك، اللي كانوا بيقولوا لك مش هنسيبك ابدا هم نفسهم هيمشوا ويسيبوك للتراب والملكين. وساعتها يبدا الامتحان: من ربك، ما دينك، من نبيك. بس خلي بالك، الاجابه مش محفوظه من كتاب ولا من فيديو سمعته زمان، الاجابه بتطلع من جواك، من قلبك ومن حياتك ومن نيتك. وبعد الاجابه القبر اما يكون روضه من رياض الجنه او حفره من حفر النار. وده مش اختيار بيجي بعد الموت، ده بيتبني من دلوقتي، من كل يوم بتعيشه. فهل بتبنيه من كل صلاة بتأخرها، وكل ذنب بتستسهل تعمله، وكل حق أخذته بالظلم؟ أكيد لا. فاسأل نفسك من دلوقتي، أنت مجهز إيه؟ عايش إزاي؟ بتتعامل مع أهلك والناس إزاي؟ هل بتتكلم عن الناس من وراهم، ولا بتدعي لهم بالستر والبركة؟ بتساعد اللي محتاج، ولا كل حاجة عندك مش فاضي؟ كمان عايزك تتخيل لو موبايلك اتعرض في القبر، هيشفع لك ولا هيبقى عليك شاهد؟ تخيل لو كلامك على الناس أو نظرتك المتكبرة أو الحقد اللي في قلبك كان هو السبب إن أول ليلة تبقى عذاب بدل راحة. ها أيها المسلم، لو الموت جالك فجأة، أنت هتدخل القبر وسايب إيه وراك؟ هل هتسيب وراك ذنوب ومعاصي وغدر وظلم، ولا سايب دعوة من أو صدقة في السر محدش يعرفها غير ربنا، أو كلمة طيبة قلتها لحد كان محتاج يسمعها؟ أنت تعرف إن اللي بنور قبرك مش المحادثات الحرام ولا الأفلام الإباحية ولا إطلاق البصر ولا عقوق الوالدين. اللي بنور قبرك ركعتين قيام كنت بتصليهم في الضلمة حتى وانت تعبان، دمعة نزلت من خوفك من ربك، تسبيحة قلتها في وسط الزحمة وانت ساكت، كلمة طيبة قلتها لحد كان مكسور، موقف عديت وسكت علشان ما تظلمش حد. الحاجات دي وغيرها مش صغيرة، دي كبيرة جدا، دي اللي بتفضل معاك بعد ما الكل يسيبك. فيا ترى لما تيجي لحظة النهاية، ولما تتقفل عليك الحفرة ويترمي التراب على وشك، وتبدأ تسمع خطوات اللي كانوا بيحبوك وهم بيمشوا سايبينك لوحدك، هل حتكون مطمن ومستعد، ولا حتتمنى لو يوم واحد يرجع، بس يوم تصلح فيه كل حاجة؟ علشان كده حاسب نفسك قبل أن تحاسب، نظف قلبك، نظفه من الحقد ومن الظلم ومن الغرور، ارجع لربك بالتوبة والصلاة والدعاء. لأن في الآخر لما اللحظة تيجي مش هينفعك غير عملك، مش هتنفعك الناس ولا المظاهر ولا حتى عدد المتابعين. يا ترى هتعمل إيه في القبر؟ السؤال ده ليك، وإجابتك هي اللي هتبني وتحدد مكانك هناك. السلام عليكم.